أهلا بكم في الحلقة الثامنة من سلسلة صندوق الإسلام. طلعنا الحلقة اللي فاتت من الصندوق قصة وفاة محمد وما ترتب عليها والصراعات اللي حصلت بين علي بن أبي طالب وبين أبو بكر وبين فريق أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب من ناحية أخرى. واللي ما اتكلمناش عنه طبعا كان الكوارث اللي حصلت فيما بعد، اللي هي الحروب الأهلية. الحروب الأهلية اللي هي في زمانها بقى ابتدت تجمع الأحاديث وابتدت القرآن نفسه يتبعت للأمصار، فكان زمن مضطرب جدا. وهتلاقي ناس من العشر المبشرين بالجنة بيموتوا في بعض، وصحابة من هم المفروض من صحابة رسول الله ابتدوا يحاربوا بعض، وزوجته نفسها عائشة تقود جيش بالكامل وتروح علشان تحارب ضد علي بن أبي طالب في معركة الجمل. في هذه الآونة ده بيقول أحاديث وده بيقول أحاديث، وده بيقول ده كذا وده بيقول كذا. حتى القرآن نفسه حصل حواليه مشاكل وجدل كبير جدا. احنا النهاردة معانا مصحف كده جميل بنقرأ فيه ومفكرين ان هو محمد مات والمصحف ده كامل ومتجمع وجاهز اطلاقا اطلاقا. المصحف اترقع بعد كده، هدا وهدا، وكان فيه مصاحف واتحرقت. وعبد الله بن مسعود كان يحلف والله سورة المعوذتين ما لهم أي علاقة بالقرآن، يعني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ما لهمش علاقة بالقرآن أصلا، بس اتحطوا مع القرآن. وتيجي عائشة نفسها تقول والنبي كان عايش كانت سورة الأحزاب أكتر من 200 آية، إيه اللي حصل؟ قلت وبقت بتاع حاجة و70 آية. فمشاكل وقلق والصور اتشالت وحاجات اتحطت، والحاجات اللي اكتشفت فيما بعد بقى زي مخطوطة صنعاء وزي مخطوطة توبنجن بتوري لك ان فيه حاجات من القرآن غير اللي موجود معانا النهاردة، وهيبقى ده هنفرغ لها مجموعة حلقات فيما بعد كاملة بقى عشان نشوف ايه موضوع المخطوطات وايه موضوع القرآن وتطوره ده. المهم نرجع لكتابة السيرة وابن إسحاق. طبعا فاتت الأيام ومرت الأيام والخلفاء الراشدين عدى زمنهم وانقسم المسلمين لسنة وشيعة، والحسين ابن علي اتقتل في كربلاء والأمويين استتب لهم الأمر وقضوا على ثورات الشيعة من ناحية وعلى ثورات الخوارج من ناحية وعلى ثورة عبد الله بن الزبير في مكة وقتلوه وشنقوه في مكة ودمروا الكعبة. حصلت ثورة شيعية في إيران، أبو مسلم الخراساني. الفرس ثاروا على العرب لأن العرب كانوا عنصريين جدا في التعامل معهم، فصار الفرس عليهم. الفرس أهل حضارة، وعلى فكرة معظم العلماء اللي احنا بنفتخر بيهم النهاردة ابن سينا والخوارزم والبتاع كل دول من أصول فارسية، وحتى ما كانوش مقتنعين بالإسلام قوي. واحد زي ابن سينا وواحد زي الرازي كل دول ما كانش لهم أي علاقة بالإسلام، بس تحت الحكم الإسلامي وكانوا بينتجوا. فأهل حضارة الفرس شافوا العنصرية والهمجية في التعامل معهم فثاروا عملوا ثورة. ركب على الثورة دي بقى بنو العباس وضحكوا على الشيعة وضحكوا على الفرس واستأصلوا بالحكم وأسسوا اللي احنا عارفينه النهاردة بالدولة العباسية. احنا بنتكلم دلوقتي في منتصف القرن الثامن، يعني 750-751 ميلاديا، يعني بتاع 125 سنة أو 120 سنة بعد وفاة محمد. كان الخليفة العباسي الأول بيسموه السفاح، جاء بعديه واحد اسمه أبو جعفر المنصور. الخليفة المنصور ده برضه كان سفاح،
دبح المعارضين، واي عالم كان يقول كلمه مش على هواه كان يوديه ورا الشمس. وعايز بقى شرعيه، عايز شرعيه. فجاب لك مين اللي كان شغال في جمع السير والحاجات اللي هي زي كده؟ واحد اسمه ابن إسحاق. ابن إسحاق من أصول مسيحية، أبوه كان عبد، كانوا خطفوه المسلمين في زمن الفتوحات وبقوا من الموالي. وعلى فكرة دي بقى حاجة هتلاقيها دايما في اللي اشتغلوا، معظم اللي اشتغلوا في الحديث واللي اشتغلوا في السير بالذات كانوا من العبيد أو الموالي اللي هم بيسترزقوا بالشغلانة دي. ليه؟ لأن سادات القبائل قريش بقى والأمويين ده عايز حكم وعايز جزية وعايز فلوس وعايز مناصب. اللي ملوش في الحاجات دي بقى، اللي بعيد عن الحاجات دي، يروح يشتغل في موضوع الأحاديث زي مثلا لما يكون إنسان مسكين مثلا كفيف، فما عندوش أي فرصة إن هو يكسب أي فلوس في حياته غير إن هو يتعلم القرآن ويبتدي يروح يقرأ في المقابر أو في المآتم أو يبقى مؤذن في مسجد. ده أكتر شيء ممكن يتوصل إليه. فلو بصيت في سيرة ابن إسحاق هتلاقيه هو نفسه، قصة حياته يعني، هتلاقيه هو نفسه من الموالي. هتلاقي ابن سعد اللي عمل الطبقات الكبرى، وكتاب مهم برضه في السير وقصص الصحابة. هتلاقيه كان مولى لبني هاشم. هتلاقي الواقدي، هتلاقي أبو هريرة كان شحات. يعني الناس اللي كانت بتشتغل في الشغلانات دي كان بيسترزق منها ومالوش أي، كانوا أسلوب إن هو يرقى ويرتقي في ويبقى من علية القوم يعني. فالمهم المنصور جاب ابن إسحاق. يعني ابن إسحاق ما كتبش السيرة من تلقاء نفسه، لا، ده الخليفة المنصور نفسه هو اللي قال له اكتب. وكان القصة حسب ما ابن إسحاق نفسه كان بيقول في المقدمة إنه كان عايز يعمل كتاب عن قصة النبي محمد، يدخلها في قصة العالم منذ آدم حتى الخلافة العباسية. بس بعد ما كتبه طلع الكتاب طويل، رجعه له تاني، فاستقر إن ده كتاب النبي محمد. وطبعا 130 سنة بعد وفاة النبي كانت القصة اتملت بقى إيه، من الشرق والغرب، وده يجيب حدوته وده يجيب حدوته وده يجيب أسطورة وده يجيب أسطورة. فاحنا القصة اللي معانا دي متلصمة ولها أهداف معينة. أول هدف، الناس المسلمين العاديين طبعا بعد 130 سنة عايزين يعرفوا النبي بتاعهم ده كان إيه حكايته. القرآن ما بيحكيش قصته. دي نقطة. النقطة الثانية، العلماء اللي عمالين يجمعوا سير ومغازي وأحاديث، عندك قلنا عروة بن الزبير عمل، وموسى بن عقبة عمل، والواقدي عمل، يعني إيه، كل واحد عمال يشتغل في حاجات ويجمع حاجات. فعايزين يجمعوا كل ده ويطلعوا بقى إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش وكده. ففي برضو زي ما نقول أهمية تاريخية إنه لازم يتجمع الحاجات دي. لكن أهم شيء كانت الرغبة السياسية. يعني العباسيين نفسهم عايزين القصة دي تتكتب، وعايزين يتحطوا هم في مكانة تخليهم يبقى شكلهم حلو، خاصة ان هم دبحوا بني أمية تدبيح. فلازم السيرة دي تيجي تكون يعني تشتم بني أمية شوية، وتمدح العباسيين، وتمدح العباس بالتحديد ابن عبد المطلب، وتمدح بني هاشم. والقصة كلها من قصي نفسه، قصي بن كلاب اللي هو جد النبي، وهاشم وعبد المطلب وعبد الله. فبحيث ان الاستمرارية ان العباسيين يقولوا الكلام دون احنا جايين بشرعية. فده كان الهدف من كتابة فلذلك انت تخيل بقى ابن إسحاق مش كاتب حر. ده اولا اللي هيكافئوا على الكتاب ده من العباسيين، اللي هو من مفروض ان هو بينتسب لبني هاشم. وده الوقت بقى اللي نسب النبي ابتدى يبقى موضوع. لحد كده كان القصة محمد نبي الجزيرة العربية، لكن كان أهم حاجة
الأمويين، الخليفة عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، ما كانش فيه أهمية الموضوع إيه بني هاشم ده خالص في البدايات. مين اللي ركز على موضوع نسب محمد إلى بني هاشم قوي؟ ابن إسحاق. لذلك تجد الكتاب يبدأ بنسب النبي لبني هاشم، ويعني بيستمر باستمرارية غريبة كده، إن هو الأول ينسب محمد لبني هاشم لحد قصي، النضر بن الحارث، مش النضر بن الحارث بقى، النضر بن كنانة، وبعد كده يخش على إسماعيل وإبراهيم ذات نفسهم، ويفضل ماشي بالنسل 40 جد لحد آدم. وده طبعا تخريف، لأن من محمد لآدم أنت عايز بتاع 600 اسم عشان توصل، عشان تعمل الزمن اللي هو بتاع 5000 سنة. فهو اختصر 5000 سنة في 40 اسم، وده مستحيل يعني. إنه المفروض بين الأب وابنه دايما بيكون ما بين 20 و30 سنة، أقصى شيء 30 و40 سنة. لكن هو ابن إسحاق هيجيب معلومات منين؟ ما هو في قصص عن حروب النبي عملها عروة بن الزبير، لكن هو الهدف كمان اللي ناس كتير مش منتبهة ليه، إن الدولة العباسية كانت مسيطرة على بقعة أراضي هائلة من حدود الصين لحد المغرب، بقعة هائلة، وتحت منه بقى إيه، إشي هنود وإشي فرس ومسيحيين متعلمين ويعني دارسين لاهوت، ويهود متكلمين. فعايز يعمل قصة يرد بيها على تساؤلات الناس دي كمان. يعني المسيحيين عندهم قصة المسيح اللي هو بيعتبروه ابن الله، اللي هو جاب معجزات، اللي هو أحيا الموتى، والكلام ده القرآن نفسه بيقوله. ومحمد مات على سريره وعنده حمى، وما ماتش شهيد، ما جابش ولا معجزة. فابن إسحاق ابتدى يضخم في قصة حياة محمد علشان إنه هو يبتدي يعني يعمل مرادف للمسيح. فلذلك لو حد قرأ مثلا في إنجيل متى هيلاقي إن هو بادئ بنسب المسيح حتى آدم، فبيقلده، يجيب نسب محمد حتى آدم. هتلاقي بعد كده في إنجيل متى بيبتدي يتكلم عن الحواريين، أو اللي هم أول من آمنوا بالمسيح، وبرضو نسبهم وسيرهم. نفس الشيء بعد كده، وأول من آمن به من الرجال مش عارف أبو بكر، مش أول من آمن به من النساء خديجة، ونسبهم وقصص حواليهم. وبعد كده البعثة، وبعد كده مش عارف، خد نفس الستراكتشر أو بيسموه يعني البنية بتاعت قصة المسيح، وبس حط عليها إيه الجزئية بتاعت إن هو يبقى إيه في سياق إسلامي. وبالرغم من أن القرآن ما بيتكلمش عن معجزات لمحمد إطلاقا، هتلاقي المعجزات دي عند ابن إسحاق. الغمامة اللي بتغممه وهو ماشي في الصحراء، ومعجزة الغار، والإسراء والمعراج بقى القرآن ما حكاش عنها تفاصيل، هو دخل بقى في التفاصيل أدق التفاصيل، والصعود إلى السماء ولا آخر، خلاه معجزة. ومعجزة إن هو يكتر الأكل برضو متاخدة من قصة المسيح والخبز والسمك وبتاع. هو نفس الشيء، إن هو برضو في غزوة الخندق جاب الخبز ومش عارف إيه، وتكاثر والبلح والتمر. فهو القصة إن حياة محمد دي اتكتبت القصة عشان من ناحية يواجه بيهم المسيحيين واليهود، ويقول لهم إحنا عندنا برضو النبي بتاعنا كان وكان وكان وكان، وما يقلش عن المسيح. ومن ناحية تانية إن هو يثبت النسب بتاع محمد، ويخلي إن بني العباس ينتموا إلى محمد، فيبقى كده هم الوارثيين الشرعيين للحكم. لو خدنا بالنا سيرة ابن إسحاق اتكتبت في أي زمن، هنكتشف إنها اتكتبت في نفس الوقت بالظبط
اللي قصة ألف ليلة وليلة اتكتبت فيها. ألف ليلة وليلة اتكتبت في النص الثاني من القرن الثامن. نفس الشيء سيرة ابن إسحاق. ألف ليلة وليلة قصة مقتبسة من حواديت هندية قديمة. الأول الفرس ترجموها وخلوها قصص فارسية، والعرب خدوها من الفرس وترجموها، وما قالوش ان ده كتاب مترجم عن الفارسية، لا ده قدموها للقارئ على أساس ان ده كتاب عربي هم اللي ألفوه. حطوها بقى القصص في بغداد وأحياء بغداد والى آخره، فبقت القصة عربية. يعني أي حد دلوقتي حتى في الغرب لما يقرأ قصة ألف ليلة وليلة يقول لك من التراث العربي، لا هو من التراث الفارسي، وقبل منها كانت من التراث الهندي. فالزمن ده القصد يعني من اللي أنا بقوله كان زمن حكاوي، ومدينة زي بغداد اللي هي اتكتبت فيها السيرة كانت هي المدينة اللي صدر منها كل الحواديت. كان زمن الحكائين، كانوا يقعدوا على المصاطب وعلى المقاهي وفي الحمامات العامة ويحكوا حواديت، يقول لك والنبي كان قاعد ومش عارف ايه وبعدين راح طاير وقعد في السقف. كل الخرافات دي كلها اتجمعت وبقت سيرة شعبية دخلت على القصة الحقيقية. وده اللي وصلك النهاردة وانت بتقرأ القصة دي، وانت بتقرأ في سيرة ابن هشام كده وكأنك بتقرأ كلام حصل بجد، رغم ان معظمه متألف ولا علاقة له بالحقيقة. الموضوع اللي احنا هنتكلم منه بعد منه في استفاضة بعد كده، ايه حكاية نسب محمد وايه المشاكل المرتبطة بنسب محمد، والعباسيين ليه كانوا مصممين ان يخلوا يطهروا السيرة من اي حاجة تشكك في نسب محمد. ده مهم عشان واحنا بنتكلم في الحلقة الجاية عن موضوع نسب محمد نفهم المشاكل اصلا جت منين. جاء عمك ابن إسحاق كتب كتاب تاريخ العالم كله وبما فيه قصة النبي محمد، كأن الدنيا كلها معمولة عشان محمد يجي. فكتب السيرة الطويلة البتاع دي كلها، فجاء أراها أو بص فيها كده المنصور ما عندوش وقت، قال له دي طويلة قوي طويلة قوي، طب نعمل فيها ايه؟ طويلة نعمل فيها ايه؟ قال له قصرها كتير يعني. بس كان عايز يديها لابنه يقراها يعني واحد عايز يسلي ابنه شوية وجع لنا دماغنا وسبب لنا مشاكل لحد النهارده مش عارفين نخلص منها، لأن السيرة دي جابت مواويل. فابتدى يقيف فيها شوية، يصلح هنا رجعها له تاني، قال له برضه لسه. فيعني يا ريت كان عندنا الكتاب الأصلي على الأقل نشوف كان كاتب ايه الاشعار اللي كانت موجوده، الناس اللي كانوا بيشتموا النبي بالشعر كانوا بيشتموه يقولوا ايه. عايزين نعرف عشان نفهم خلفيات وردود افعال محمد كان شكلها ازاي. لكن تحس ان في حاجات، في فجوات كبيره جدا، يعني تلاقي حاجه كده ناس مالهمش اي علاقه بمحمد وتبص تلاقي عمالين يحكوا عنهم قصص طويله عريضه. يجي ناس مهمين قوي في حياته، ناس مهمين جدا في حياته، زي مثلا بنته زينب اللي هي ما امنتش بيه. وده هنبقى نتكلم في الموضوع ده في حلقة خاصة، ازاي بنته نفسها ما كانتش مؤمنة بيه، لا هي ولا جوزها، وكان فيه خلاف بينهم ومشاكل وقطيعة وأثر جوزها، يعني قصة هنبقى نتكلم عتم عليها ولا كأن القصة دي موجودة. قصة زي قصة ورقة بن نوفل اللي هو المفروض ابن عم زوجته، تلاقي حدوتة واحدة بس عن ورقة بن نوفل وبعد كده ولا أي شيء. طيب المفروض واحد زي ورقة بن نوفل ده راجل مهم، هو اللي قال للنبي أنت نبي، مش المفروض نعرف إيه خلفياته؟ محمد في الصباه كان علاقته به إيه؟ لما اتجوز خديجة كان هو حضر الفرح، هو اللي عقد القران، عقدوا على أي أساس؟ يعني كان قران. طب هل ممكن ان خديجة نفسها كانت مسيحية بما ان ورقة بن نوفل نفسه كان مسيحي؟ مع اسئلة علامات استفهام لازم. فلما يجي يغيب شخصية زي شخصية ورقة وما تعرفش عنه اي حاجة، يبقى فيه علامات استفهام،
يبقى ليه الشخصية دي اتعتم عليها؟ وليه الشخصيات اللي هي مش مهمة خالص كان لها وزن تقيل في السيرة ويتحكي عنها وتفاصيل؟ فابن إسحاق لصم حاجة كده لأغراض سياسية من ناحية، لأغراض دينية من ناحية، أن الدين الإسلامي بقى كان بيرسخ نفسه وعايز يثبت وجوده كشيء، يعني احنا ما نقلش عن المسيحيين ولا اليهود في شيء، وعندنا كل حاجة وعندنا المعجزات واللي انت عايزه هجيبه لك. هو ده السياق اللي اتكتبت فيه السيرة، وحتى الكتاب ده ما وصلناش، يعني حتى الكتاب ده ما وصلناش، اختفى. غريبة جدا ان اول كتاب بهذا الحجم والقيمة فص ملح وداب. ليه؟ عشان اكيد الحكام اللي جم بعد كده اكتشفوا انه فيه بلاوي، لا نهار اسود ما ينفعش الكلام ده كله. وده اللي اجبر ابن هشام، وهو قال بنفسه ابن هشام في مقدمة السيرة بتاعته، وهو وبينقح بقى سيرة ابنه، انه اضطر ان هو يحذف اشياء يعني قد تشين او قد تجرح. ايه هي؟ نفسنا بقى احنا نعرف ايه الحاجات التي قد تشين وقد تجرح دي. وده هيكون موضوع حلقتنا اللي جاية، اللي هتكون عن المشاكل في نسب محمد. أبوه مين؟ هل أبوه عبد الله بجد؟ أمه آمنة إيه قصتها؟ هل هو كان ابنها الوحيد فعلا؟ ولا هي كانت متزوجة أو كانت بتتزوج كتير؟ أصلها إيه؟ هل عبد الله اتجوزها أساسا؟ ليه محمد كان دايما مصمم أنا مش ابن زنا، أنا مش ابن سفاح في كذا حديث؟ تابعونا الحلقة اللي جاية عن نسب محمد، وتابعونا على قناة اليوتيوب حامد دوت تي في، وعلى الفيسبوك صندوق الإسلام.